جيت استربعت وعندنا مشروب والقلوب دي ليكم، وطبعا جايبة المخدة. وده معناه ان احنا هنتكلم في موضوع مهم، او الكلام اللي انا هقوله ده ممكن يغير حاجة فيكم لو انتوا كان عندكم القابلية ان انتوا فعلا تتغيروا، او حد ينور لكم لمبة في دماغكم او اي حاجة من الحاجات دي. لو دي اول مرة تشوفوني فاهلا، انا رهان. في الفيديو ده ان شاء الله هقول كلام ممكن يغير حياتكم، ولو انتوا اصلا كده كده تعرفوني وحشتوني. النهارده جاي اكلمكم، او يعني مثلا زي هقول لكم زي ستوري تايم كده، ازاي وليه وامتى غيرت مفهومي عن النجاح والفشل، وازاي ده اثر عليا وخلاني بقى عندي الباث بتاعي اللي مهما حد قال لي لا بحس انه انا قادره ان انا امشي على الطريق ده. في صيف 2019 تقريبا، في اليوم ده الكهرباء كانت قطعت باين، مش عايزه اذكر السيره دي علشان الكهرباء ما تقطعش. بس كنت قاعده وبعدين جه في بالي يا نورهان ايه مفهومك عن النجاح والفشل. وبعدين كان كل اللي في بالي وقتها المفهوم العادي او اللي احنا كلنا اتربينا عليه، او مفهوم المجتمع عن النجاح والفشل، ان لو انت ما بقتش الشخصيه الفلانيه فانت فاشل، لو ما بقتش بالطريقه او عايش حياتك بالطريقه الفلانيه فانت كده ما نجحتش، لو انت ما عملتش الشيء ده فانت كده فاشل. وبعدين قعدت افكر انه احنا كمجتمع المفروض في الجيل بتاعنا ده ان احنا نبدا فعلا نشوف بعض ان احنا ناس بتكمل بعض، مش انتقاصا من الاشخاص التانيين. يعني مش بننتقص من الشيء، مش عشان انت مثلا بالطريقه الفلانيه فغيرك يعتبر اقل منك. يعني زي مثلا المثل الدارج عندنا هنا في مصر، انه خريجين تجاره كتير، بس لو جينا نفكر خريجين تجاره هما بتوع اقتصاد، بيبقى ليهم خبرة في الاقتصاد، بيبقى ليهم خبرة في الأسهم، بيكون ليهم هم حرفيا اللي عاملين البنوك، هم اللي كذا، هم. لو ما كانش في خريجين تجارة ما كانش أي حد عنده سمول بيزنس قادر ان هو يقوم بيه، ما كانش حد عنده شركة كبيرة قادر ان هو يقوم بيها، لأنه التجارة بتبقى هي المين. وخلينا بقى نقيس الموضوع ده على كل حاجة. فلو انت ما بقتش دكتور فانت فاشل، لو انت ما بقتش كذا فانت كذا. بس الحقيقة الموضوع مش كده. لو جينا بصينا بطريقة صحيحة هنلاقي ان احنا مجتمع متكامل، من اصغر حد لاكبر حد، من الفلاح لرئيس الوزراء، احنا كلنا بنكمل بعض. ولو حصل خلل في المنظومة دي احنا كلنا هنتضر. يعني لو مبقاش في فلاحين احنا هنتضر، لو مبقاش في محاسبين احنا هنتضر. ومن هنا جه في بالي انه فعلا محدش احسن من حد، وانه كل حاجة موجودة في الحياة هي ليها لازمة. هي الفكرة بس في انه انت ازاي تبقى متميز في الحاجة اللي انت بتعملها، او فعلا تدور على الحاجة اللي انت بتعملها. لان على ايام التسعينات او مثلا بداية التعليم او الثورة التعليمية في مصر كان في فقر كبير جدا في المجالات. لكن دلوقتي مع كل الجامعات، سواء كانت الجامعات الحكومية او الجامعات الخاصة، فاحنا السوق بقى عندنا مشبع، بقى في دكاترة، بقى في مهندسين، بقى في كذا، بقى في كتير اي حد ان هو قادر ان هو يتعلم. وانا هنا مش بتكلم على الجامعات الخاصة كويسة او وحشة والجامعات الحكومية وحشة او كويسة، انا ماليش علاقة. انا بتكلم دلوقتي على التشبع. احنا دايما في تطور، يعني المجتمع دايما في تطور، فدايما بيبقى عايز حاجة مختلفة، دايما عايزين حاجات جديدة. يعني زمان مثلا كان ممكن اي حد يتعين بالثانوية، او ممكن مثلا اول ما يخلص جامعة يبقى انت بالنسبة له 100 فل و14. بس دلوقتي احنا بقى عندنا مع الجامعة مهارات، لغات، حاجات كتيرة قوي ما كانتش موجودة زمان. فده خلاني اسأل نفسي سؤال: يا نورهان ايه اللي هيخليكي مبسوطة، وايه هو معنى النجاح اللي بالنسبة لك انتي هيكون مريحك؟ فمن هنا بدأت أعرف ايه هو معنى النجاح بالنسبة لي. ومهم قوي يعني مهم ليكم انتوا كمان ان انتوا تجيبوا ورقة وقلم. ممكن دلوقتي تجيبوا ورقة وقلم وتكتبوا معايا الحاجات اللي انا بقولها، علشان يعني مثلا بعد ما تخلصوا الفيديو ده تبدأوا ان انتوا تسألوا نفسكم ايه هو معنى النجاح، ايه هو معنى الفشل.
لما عرفت ايه هو معنى النجاح بالنسبة لي، وايه هو معنى الفشل، وان الفشل مش زي ما احنا متخيلين او اتحط في دماغنا انه الخطأ هو فشل، فانت كده فشلت، فانت كده مش هتعرف تعمل حاجة. انا بالنسبة لي الفشل هو عبارة عن تنبيه او انذار بيقول انه انا عندي لاك في النقطة دي، فانا المفروض اصلح الحاجة دي. ولو جينا بصينا على، يعني لو جينا بصينا عموما، احنا مش هنبقى ناجحين 100%، عمرنا ما هنبقى ناجحين 100%. دايما 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 هيبقى فيه ثغرات في كل حاجة، لانه الثغرات دي هي اللي بتطور. فالنجاح والفشل هم حاجتين مترابطين، ما ينفعش يبقى فيه نجاح اصلا من غير فشل، لان الفشل هو الباك جراوند، هو الشيء اللي انت قمت عليه. فمن دون الفشل ده، من دون المعلومات السابقة دي، انت ما كنتش هتوصل للنجاح ده، كنتش هتوصل للعلاج ده مثلا، او الفكرة دي، او ايا كان الشيء اللي احنا بنتكلم عليه. او عرفت ايه هو معنى النجاح بالنسبة لي، وايه هو معنى النجاح في الحياة عموما يعني، وانا هبقى سعيدة ازاي، او ايه هي الحاجات اللي ممكن تخليني مبسوطة او تخليني مرتاحة، او الحاجات اللي انا لما احققها اقول على نفسي ان انا ناجحة بشروطي انا، بافكاري انا، بطريقتي انا، مش بطريقة حد تاني، مش بطريقة المجتمع، مش بطريقة انت لو ما عملتيش كذا يبقى انت كذا. لا خالص، انا اللي حطيت الشروط دي لنفسي، او مش الشروط، انا اللي حطيت المفاهيم الجديدة بتاعتي لنفسي، انا اللي حطيت المصطلحات الجديدة، أنا اللي صلحت من الثغرات اللي كانت في تفكيري في الوقت ده. وده ساعدني في ايه؟ هقول لكم بقى. لو مثلا هنتكلم على الصعيد العادي اللي هو وانا قاعدة مثلا مع اشخاص وكده، او حتى بيني وبين نفسي، انا بقيت عارفة بيني وبين نفسي ان انا مش مهم مثلا الاشخاص اللي حواليا بيقولوا ايه، طالما انا مقتنعة 100% باللي انا بعمله، طالما انا شايفة ان هي دي الحاجة اللي انا بحبها والحاجة اللي انا بعملها وشايفة الامباكت بتاعها عليا. هقول لكم على كام حاجة انا عملتها. انا لحد دلوقتي عاملة 3 مشاريع، تمام؟ ممكن تكونوا ما تعرفوش عنهم حاجة، بس يعني هقول لكم. اول واحد عملته كان في فترة كده فيها موضوع الجوابات واللي هي المراسيل والحاجات دي، فكنت انا بحب قوي الجورنالينج والحاجات الفينتج اللي هو ان احنا نعمل كولكشن كده من الحاجات. فبدأت فعلا اعمل الموضوع ده، وما اقدرش اقول عليه ان هو كان مشروع فاشل، لان انا تقريبا بعت زي 15 او 20 جواب، تمام؟ وكنت عامله الحاجات دي كلها من A to Z، ماشي، هاند ميد، من الجواب للرابنج للحاجات دي كلها، حتى الحاجات اللي جوه انا عملتها. وعن طريق الجوابات دي انا اكتشفت حاجه اسمها بين بال. البين بال دي هي المراسله البريديه، هي لحد دلوقتي لسه موجوده، ان انت بتتعرف او يعني ان انتوا بتتعرفوا على ناس من بلدان تانية، بتبعتوا لهم رسائل بريديه. واكشلي انا بعت 2، انا بعت 3، بعت واحده للمغرب وبين بال، و2 بين بال لتركيا. كان المفروض ان انا يوصلني واحد من المغرب وواحد من امريكا، بس تاهوا في الطريق فما وصلنيش. ولكن يعني مثلا اهو من خلال حاجه بسيطه انا جربتها عرفت ايه هو البين بال. والناس اللي وصلت لهم الحاجات اللي انا كنت بعت لهم جنيهات ورق وحاجات من دي كده، فكانوا مبسوطين بيها قوي ان هم يعني بقى عندهم جنيهات ورق من مصر وهم لسه ما زاروش مصر. دي حاجة بسيطة فتحت لي باب أكبر لحاجة أنا ما كنتش عارفاها. تاني حاجة عملتها ألا وهي، وهقول لكم، بصوا أنا هقول لكم بقى يعني أنا يعني بعد ما غيرت زي ما بقول لكم مفهومي عن النجاح والفشل، سمحت لنفسي كمان وسمحت لمخي إن هو يديني أفكار. فالأفكار اللي كانت بتصر في دماغي وبقيت حاسة إن أنا يعني عايزة أعملها بقوم عاملاها، سواء كملت فيها او ما كملتش فيها، دي حاجه ترجع لي، لانه محدش هيجي يقول عليا ان انا فاشله. وحتى لو حد جه قال عليا ان انت فتحتي الموضوع ده وما كملتيش فيه انت فاشله، لا انا مش فاشله، ده منظورك انت، انا منظوري مختلف. فاي دونت كير، يعني اصبحت ان انا مش بهتم. خلونا نرجع. انا بس عايزاكم ما تكونوش تايهين من الكلام اللي انا بقوله، كنت اتمنى ان انا اكون كاتباه على نقط، بس احيانا بحس ان انا مش ببقى قادره استرسل في الحديث لو انا كاتبه الكلام ده عندي على اللابتوب، لكن كده بحس انه الكلام جايب بعضه يعني.
تاني حاجة عملتها في مرة كنت مهتمة بقى، بدأت اهتم فترة كده بالجرافيك ديزاين واخدت اصلا كورس على كورسيرا في البيزك اليمنت، يعني اسست نفسي في الفوتوشوب والستريتور والحاجات دي وكده. فبقيت كل شويه كل ما امشي احس ان انا دماغي بتكون صور، دماغي بتكون حاجات عايزه تتحط. فعملت ايه؟ عملت نون ديزاين. نون ديزاين ده المكان اللي انا كنت بنشر عليه البوسترز اللي انا بعملها، الحاجات والافكار اللي هي بتيجي في بالي، وعملت عليه زي سنه، يعني اشتغلت عليه زي سنه مثلا، وعملت نون. وكنت بصراحه عايزه اخلي النون ديزاين يعني يكبر اكتر ويبقى مش عارفه ايه وكذا، بس ما صحليش الوقت. هل انا بعت حاجه من نون ديزاين؟ لا بصراحه انا بعت حاجه واحده بس، كانت مج. في مره نزلت مجات، وبعدين اول ما نزلوا نوران صاحبتي كانت عايزه تشتري مج، فراحت بتقولي انا هشتري المج ده. فهي كانت الوحيده اللي اشترت من نون ديزاين. والديزاينز اللي انا كنت عاملاهم على نون ديزاين انا اصلا طبقتهم عندي في الاوضه وحطيتهم عشان انا كنت فخوره قوي بالحاجات اللي انا عملتها، يعني كنت مبسوطه قوي بيهم، وكنت شايفه ان هم حلوين قوي، وانه الجمال ده يستحق ان هو يطبع. فقمت طبعهم وحطاهم عندي في الاوضه، وكانت من الطف الحاجات. كنت كل ما ابص عليهم اقول انت اللي عملتي دول، شطوره. فبقى عندي بيزك اليمنتس، يعني بقى عندي البيزكس بتاعت الفوتوشوب، بقى عندي بيزكس بتاعت الستريتور. فدي مهارات بالنسبه لي، يعني دي اتحطت في خانه المهارات. هل انا كملت في نون ديزاين؟ لا انا ما كملتش في نون ديزاين، بس كل الثامبنيلز اللي انا كنت بعملها على يوتيوب هي كانت بتتعمل من على الفوتوشوب. لو مثلا هصمم خطوط او كده برضو كنت بعملها على فوتوشوب. ده غير ان انا اكتشفت حاجه اسمها بيهانس. انا كنتش اعرف انه بيهانس ده موجود اصلا على الكوكب، وكنت بدخل اشوف عليه مصممين وديزاينز وصور وحاجات، واللي هو يا نهار ابيض على الفن، ما شاء الله ايه الناس الفنانه دي كلها. فكنت بصراحه بدخل انبهر. ف حاجه بسيطه اتعلمتها فتحت لي مدراكي لحاجه اوسع. هل انا كملت فيها؟ لا ما كملتش فيها. هل حد جه قال لي ان انت فاشله؟ حتى لو جه حد قال لي، يعني حتى لو حد جه قال لي ان انا فاشله، I don't care. طيب لا استنوا، في حاجه كمان انا عملتها، ولو هتشوفوا يعني الحاجات دي انا ما اديتهاش مجهود، فانا بالتالي ما ينفعش اقول عليها ان انا فشلت، يعني ما ينفعش اقول عليا ان انا فشلت فيها. انا اصلا ما اديتهاش مجهود، انا ما حطيتلهاش الوقت الكافي ان هي تنجح فيه. في مره برضو دقت في دماغي موضوع اليو جي سي، وكنت بجد عماله اشوف كميه يو جي سي كرييتورز في كل حته، وانا طبعا بحب التصوير بقى وبحب الفويس اوفر وعندي الملكه دي. فقلت والله يلا بينا. حتى عملت لكم فيديو على ان انا قررت اكون يو جي سي كرييتور، وانا اصلا ما كملتش فيه حرفيا انا ما كملتش فيه. انا بس عملت ونزلت كام فيديو على تيك توك. والله لحد دلوقتي حتى ما دخلتش صفحه التيك توك دي ولا شفت مثلا هل حد بعت لي رسائل او لا. بس لما شاركتكم التجربه دي بتاعه اليو جي سي، في ناس كتيره دخلت قالت لي ان هي هتبدا فيه او حاجه من الحاجات دي. ف انا عايزه اقول لكم انه لما تبداوا تغيروا المفاهيم بتاعتكم هتبداوا ان انتوا تسمحوا لنفسكم ان انتوا تجربوا حاجات كتيره انتوا كنتوا متخيلين ان انتوا مش عايزين تجربوها لاحسن خايفين من الفشل، which is الفشل اصلا حاجه طبيعيه. فانا مكملتش في اليو جي سي. عارفين انا مكمله في ايه؟ انا مكمله في بلوم برفيومز، وبصراحه انا بحبه قوي. يعني انا اقدر اقول ان انا اديت لبلوم فعلا الوقت الكافي والمجهود اللي هو يستحقه. وبعدين انا من زمان وانا كنت عايزه يبقى عندي بيزنس. وانس ان انتوا بس تسمحوا لنفسكم ان انتوا تبداوا تجربوا، مفيش اي حاجه يعني هتبقى واقفه في طريقكم. في الاول هتلاقوا صعوبه مثلا في التأقلم مع المفاهيم الجديدة بتاعتكم دي، بس هتحسوا ان انتوا مرتاحين وعارفين احسن حاجة في الحياة ان انتوا تحسوا ان انتوا مرتاحين مع الافكار بتاعتكم وحاسين بالتصالح. والموضوع ده بيخليكم تتصالحوا مع نفسكم، لان انا كنت من نوعية الناس اللي هي بتبقى عايزة تجرب حاجات كتيرة جدا، بتبقى عايزة تعمل حاجات كتيرة في نفس الوقت. بس كان دايما بيتقالي يعني صاحب بالين كداب، وانه لا انت مش هتنجحي في الحاجات دي. فمش مشكله ما منجحش، المهم اجرب. ايه اللي فيها لما اجرب؟ هو انا ليه لازم اكون رابطه نفسي
بان انا يا نهار اسود انا لو فتحت الحاجه ديت وفشلت فيها ده هتبقى اخر الكون. مش اخر الكون، عادي. بدل ما الحاجات دي كانت تقعد ترن في دماغي واقول يا ريتني عملت ويا ريتني سويت، وانا اكتر حاجه ما بحبهاش في حياتي ان انا اندم. وعلى فكره انا بحس انه الندم هو عدم، يعني انك لما تبقى شخص نادم على الشيء فانت ما تحملتش مسؤوليته. الحمد لله انا دلوقتي مش جايه اقول مثلا يا ريتني كنت فتحت البتاع بتاع البين بال ده، لا، انا فتحته فعلا وما كملتش فيه and that's okay. يعني محدش معلق لي المشنقه ومحدش معلق لكم المشنقه، او حتى لو حد معلق لكم المشنقه نكتب كده انا خايف من ايه، خايف ليه، عشان مين، عشان ازاي، وكل الحاجات دي. والكتابه هي من اكتر الحاجات اللي فعلا هتنور لكم، هتحسوا كده ان انتوا قادرين تحطوا ايديكم على شيء ملموس، وبالتالي هتحسوا ان انتوا ازاي دي كانت تايهه عني، او ازاي مثلا انا كنت مديه الموضوع ده اكبر من حجمه. هتلاقوا بجد انه في حاجات كتير قوي مش مستاهله، يعني مش مستاهله كل التفكير، مش مستاهله كل الحاجات دي. عارفين في بلوم دلوقتي الحاجات اللي انا كنت شايفه ان هي ما ينفعش ان هي تتعمل بس علشان انا كنت بحكم على نفسي انه لا يا نورهان اول حاجه لازم تعمليها لازم تبقى 100 فل و10، لازم تبقي طالعه لابسه كويس قوي علشان التسعيره بتاعه المنتج بتاعك، او مثلا محدش يقول انه يعني محدش يجي ينتقدك، او مثلا حد يقول ان انت والله ما بداتيش كويس وان انت عندك في البيزنس اغلاط. ما يبقى عندي في البيزنس اغلاط، ما كلنا عندنا اغلاط في البيزنس يا جماعه. ايه اللي فيها لما اطلع مثلا اول مره لابسه ملخبط وبعد كده اطلع يعني اهندم نفسي؟ ايه اللي فيها لما في اول فيديو ليا او مثلا اول كونتنت ليا اكون بدات في الكلام وبعد كده الكلام هيطلع مني على طول؟ ايه اللي فيها لما اول مره ما اكونش ببص للكاميرا كويس وبعد كده ابدا ابص؟ ارجع لبلوم واقول لكم انه في البدايه خلاص انا ما كنتش عايزه اعمل تيك توك، وجس وات انا اصلا يعني اتشهرت دلوقتي نوعا ما. في بنت دخلت قالت لي ان انت الفيديوهات بتاعتك بقت بتطلع في الاف واي بي، which is انا كنت قاعده مضيعه شويه وقت، مش هقول مضيعه، بس كنت قاعده حاطه وقت ومجهود في الانستجرام علشان يجرو اب، علشان دي المنصه الكومفورت بتاعتي. ولما بدات اشتغل على تيك توك ونزلت اول فيديو تمام، وبعدين لقيت انه الناس مهتمه، واكشلي انا ما لقيتش حد جه انتقدني عشان انا بس كنت حاطه في دماغي انه ممكن حد ينتقدك، ومع اني كنت حاطه في دماغي انه في حد ممكن ينتقدك كنت بقول لنفسي يعني اعمليها وخلاص، انشر الفيديو ده. وعلى فكره الفيديوهات اللي انا كنت حاسه ان هي مش عجباني هي اكتر فيديوهات جابت فيوز. فمن موقعي هذا احب اقول لكم انه اعملوا الحاجه اللي انتوا عايزين تعملوها، ابداوا صلحوا من مفاهيمكم، شوفوا ايه هي الحاجه اللي تريحكم، وكونوا متصالحين مع ذاتكم. واي افكار مثلا انتوا عايزين تجربوها حاولوا ان انتوا تجربوها. انا عارفه انه مش دايما الوقت مش بيبقى في صالحنا، بس على فكره مش دايما الوقت هيبقى في صالحنا، مش دايما الحاجه هتبقى مظبوطه بالحنتوفه علشان نبدا. مش هنعرف يعني الحاجه مش هتبقى 100% صح من اول مره، وعادي ان احنا نغلط لاننا موجودين عشان نغلط وموجودين عشان نتعلم وموجودين عشان نصلح من الغلط. وإتس اوكي لو غلطنا، مش اخر الدنيا. وعادي لو عملنا حاجه وما ظبطتش، وعادي لو عملنا اكتر من حاجه وما ظبطتش، إتس اوكي. فما تكونوش انتوا الاشخاص اللي بتصعبوها على نفسكم. خليكم دايما مرحبين بالافكار بتاعتكم، خليكم دايما داعمين لافكاركم وداعمين لنفسكم. احب اقول لكم انه يا رب ان شاء الله الفيديو ده يكون فتح لكم لمبه في دماغكم، او يعني ان شاء الله يعني قررتوا ان انتم مثلا تغيروا حاجه او تعملوا حاجه او كده، او الرساله بتاعتي وصلتكم. ان شاء الله اشوفكم بخير وسعاده، ساعدكم ان انتوا تتخطوا شويه من صعوبه الافكار وطبطب عليكم، وفي نفس ذات الوقت حفزكم. اشوفكم الفيديو اللي جاي، دمتم بألف خير وسلامة. طبعا هقول لكم قلوب كتير. باي.